بحكم ان انا دكتور نسا فانا بشوف بلاوي محطوطه في شنطه البيبي بجد. فيديوهات على النت مليانه بتخليكي تحطي حاجات ملهاش اي 60 لازمه في شنطه البيبي وبتنسي حاجات مهمه جدا بيبقى البيبي بتاعك محتاجها بس مش محطوطه للاسف. فتعالي نتكلم مع بعض النهارده عن الحاجات اللي لازم تكون محطوطه في شنطه البيبي. اول حاجه معانا هي طقم الولاده، ومع انه غالي بس هنجيب منه 3. اول واحد بيلبسه اول ما يتولد، الطقم الثاني بيكون احتياطي معاكي عشان خاطر لو الاولاني اتبهدل، والطقم الثالث عشان خاطر تغيري الطقم اللي انت كنت لابساه في المستشفى تماما وتلبسيه طقم جديد نظيف تخرجي بيه بره المستشفى تروحي بيه البيت. تاني حاجه معانا هي البامبرز، بنجيب من اللي هو حديث الولاده رقم 1 ها، ويا ريت نجيب الحجم الصغنن ده، بلاش بقى ليكي جايبه لي ده وحشره لي في الشنطه وحاطاه. اعمل ايه بكل ده؟ وعلى فكره دي مش دعايه ولا حاجه، انا مش واخد فلوس من حد، هات النوع اللي يعجبك. وكذلك في رقم 4 شامبو الاطفال، هات النوع اللي يريحك براحتك بس ما تجيبيش ازازه كبيره برضه، هات الصغننه عشان 90% من المستشفيات مش هيدوكي اصلا بقيه الازازه، هيقول لك حملنا بيها ابنك يا مدام. في ناس بقى بتجيب مقص وبتجيب مشط عشان خاطر تسرح البيبي شعره لو كان عنده